لسه مش عارفين اسباب يا شباب. هو غالبا الضرب الجوي اللي حصل. شكرا شكرا شكرا. النهارده الصبح صحيت على خبر حزين جدا. وفاة شاب شغال فرد امن كان بيأمن حفله لمحمد رمضان في الساحل، ربنا يرحمه ويغفر له. الموت لوحده مصيبه تهد جبال، بس الكارثه الاكبر بقت في عقولنا وفي قلوبنا وفي تعليقاتنا اللي ما بقتش تعرف يعني ايه احترام موت ولا مشاعر اهل ولا حتى ادب مع ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما الخبر انتشر شفت سيل من التعليقات اللي تكسر اي قلب. يا رب ما موتش على معصيه زيه، هتقابل ربنا بايه؟ كان في حفله لمحمد رمضان دي نهايته؟ اهو ده مصير اللي بيبعد عن ربنا. يعني هو خلاص مات وارتاح وانت قررت تمسك عليه الغلط وتصدر حكمك عليه؟ هو امتى بقى الدعاء للميت اتبدل بشماتته؟ امتى بقينا بنفرح لما حد يموت على حاجه احنا شايفينها معصيه؟ هو احنا بجد بقينا كده؟ انا فاكر واحنا صغيرين لما كنا نسمع ان حد مات كنا بنقول الله يرحمه ونسكت، ما كناش بنسال كان فين ولا عمل ايه، كنا بندعي له وخلاص. اللي مات خلاص بين ايدين رب كريم، ربنا يرحمه ويغفر له. بس احنا اللي ماشيين على الارض وكأن كل واحد مسك نسخه من كتاب الحساب وبيقول ده رايح النار وده رايح الجنه. طب اسال نفسك، لو مت دلوقتي متاكد انك داخل الجنه؟ متاكد ان قلبك اطهر من قلبه؟ يا سيدي نيتك اصفى من نيته؟ عبادتك وانت بتعبد ربنا؟ ما تسال نفسك يا اخي، خاف ربنا. حتى اللي مات محتاج دعوه مش شماته، محتاج رحمه مش تقطيع في عرضه، محتاج ناس تدعي له مش ناس تشمت فيه. الدين مش كتالوج شماته ولا سيف نقطع بيه في خلق الله. الدين اخلاق وستر ودعاء وتذكير بعيوبنا قبل ما نبص لعيوب غيرنا. ربنا يرحم الشاب ويرحم اللي زيه ويرزقنا وياكم حسن الخاتمه. وما تنسوش تدعوا له، ويا ريت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه علشان يوصل لك كل جديد.